لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 691 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامدي رب العالمين وهيوادان ايوي ازيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. بەڵێ خۆشەویستان ئەو کولەوانی ڕابردوو لە خزمەت دواتە پیرۆزەدا بووین کەوا ڕەب العالەمین دەفەرمی لە دوای ئەو هەموو بەیانکردنە لە بۆ ئەوەی کەوا ئەو هەموو بەڵگەیە لەسەر وەحدانیەتی خوا سبحانه وتعالى لەسەر پێغەمبەرایەتی محەممەد المصطفى صلى الله عليه وسلم لەسەر ئەو هەموو بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا قورئانی پیرۆز کەلام الله کاتێکەوان ئیمانی پێناینان پابەن نابن و ملکەز نابن چاوەڕوانی چ دەکەن؟ ئایا چاوەڕوانی ئەوەی دەکەن کە مەلایکەت بێ لە بە ڕوح کێشانیان یان لە بۆی عەزابێ بینێنێتە سەری یان ئەوەتە چاوەڕوانی هاتنی پەروەردگار دەکەن لە ڕۆژی قیامەت کەوا لە بۆ قەزاوت دێتە نێو ساحی مەحشەر لە بۆی کەوا قەزاوت لە بەندەکانی بکە یان ئەوەتە چاوەڕوانی ئەوەی دەکەن هەندێک لە عەلاماتە گەورەکانی ڕۆژی قیامەتدا بێ کە ئەو کاتێ ئەگەر بیان و ئیمانیش بینن ئەوە بەکەل چیان ناکەواتە بەڕاستی لەو کاتێکەوە هەر یەک لەو سێ عەلامەتە دێ هەر یەک لەو سێ ڕووداوە ڕوودەدا یان تۆ مەلایکە دێ لە ڕوح کێشانیان یان لە بۆ ئەوەی سزایان بینتە سەری لەو حاڵەتە ئیمان هێنان بەکەل چیان نایە لەو کاتێکەوە لە ساحەی مەحشەرن پەروەردگار دێ قەزاوت لە نێوان بەندەکانی بکە ئەو کاتە ئیمانیش بینی خوای گەورە ئیمانی قبول ناکە یان ئەو کاتێکەوە عەلاماتە گەورەکانی هاتنی ڕۆژی قیامەت بەرپا دەبی ئەو کەسێک کە بێ ئیمانیش بینی ئەوە بەکەل چی نایە تەوەکو دەڵێ وبالجملة فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركا إيمانه أو كسيكوا حتى أو رجع إيمان نهنايا لو رجع إيمانش بيني بكل شنايا ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة. تربتايبتي كوا هاتني أو علامة قوراني روج قيامة أو زيق لو علاماتان كاتي كدي كزياتيج بازلا هاتني روج بابلين هاتنو درتوني روش لمغرب ولا زياتي ولا مشرق به لو حالته همو خلشي إيمان ديني وتوبة دكا بلام وكو دلي زمني تكليف بسرتسو لويا أو كسا أقبيو إيمان يجمين لو حالتي إيمان بكلشينا وتوبة توبة بكلشينا وكو ضحاك دلي من أدركه بعض الآيات هر كسك كاتك يقلع آياتكاني هاتين روج قيامت علامات قوركان روج قيامة دادي وهو على عمل صالح مع إيمانه أو كسا إيمانه لسر كردويتاك قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كواتا أو كسا كوا إيمانه لبيش هاتني أو علامة قوري روج قيامة إيمانه وكردويتاش كردي لدواي أوا كردويتاش بك عين خواي قوري هل قبول دكا كما قبل منه قبل ذلك هل وكو أوي بيش تريش اللي قبول كده. فأما من آمن من شرك طالما أوي كوالدواي هاتني أو علامة قوري لا شرك توبة بك إيمان بيني لدواي كوا مشرك بو أو تاب من معصية عند ظهور الآية ياخذ إيمان دارة بلام لسر قناه تاوان بيويت توبة بك لو قناه تاواناني أو فلا يقبل من نا إيمان لمشرك قبول ذكره نا توبش لإيمان دار قبول ذكره لأنه حالة اضطرار لبرو جيشتنا حالة شي إيمان هناني ملك زبون لو يليان قبول نكره كما لو أرسل الله عقابا على أمة
هر وكو كاتك وأخوي جورا عقابك وسزايك دني لبو أمتك فآمنوا وصدقوا فإنهم لا ينفعهم إيمانهم ذلك لو حاطك بساي خوان عذاب أخوي جورا برو رويان دادي إيمان بينان لو حاط إيمانيا لي قبولنا كريه. ابن كثير ضلي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لم يقبل منه كاسش كافر لو رجع إيمان بين يقبل. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله بلام إيمان دارك ولا بيش أو كردوي تساش كردية فهو بخير عظيم أو هذا صار خير شيء وليش قبول ذاك الأدواء أوش. وإن لم يكن مصلحا بلام إيمان داركش كابراتي خاون كردوي تساق نبوة فأحدث توبة حين لو حالتيك أو علامة بس يأخذ من توبة بكاتا لم تقبل منه توبته توبة كلي قبول ناكره هروك سندين حديث بيان صلى الله عليه وسلم بلقي لسري وعليه يحمل قوله تعالى وكسبت في إيمانها خيرا أي لا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. كواتا أو كسي كإيمان دارا برام كردوي تاشينا كذا لدواي هاتني أو علامة بيو كردوي تساق بكا لي قبول ناكره وكخواي قوله دفرمي. إن جاء كان حديث لو أنا إمام مسلم رواية كذا أبو هريرة دجرته ولا بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هر كسيك توبة بك بيش أوي روش لمغربه هلبي أو أخوة يقول لي قبول ذكا كاتا مفهوم كيسيا لا باشي أوي كوا روج لروج آوا ودي لي قبول ناكري. وهو الحديث كإمام الترمذي رواية كذا وتصحيحه شيء ذكاء لصفوان كرع عسال مراد دجرته دفن بيه صلى الله عليه وسلم فرموي دفرمي باب من قبل المغرب بيه صلى الله عليه وسلم دفرمي درجاك لا من قبل المغرب للاي مغرب مسيرة عرضه وتا بانايكي أو قال يسير الراكب في عرضه وتكسيشي سوارتاك لباناي أو درجة دروا 40 أو 70 سنة درجات هند فراوان هي سوارتاكك بخيراي 6 صال 7 صال دروا هند جوري درجاك تواو نبي خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. هل لو روجك أخوي جور سبحانه وتعالى أسمان كانوا زوي خلق كده أو درجاش خلق كده مفتوحا للتوبة أو درجات كراوي لبو قبول كردني توبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه أو درجة دان آخره مجر لو درجة أو زر روج هالبي كلا مغرب وروج هلاد يترخوا يقول توبة قبولناك أول لسر مستوى عام لسر مستوى تايبتيش هر شخص وكاتك ودقاتها غرغرة توبة قبولناك خو بنا من ده. لحديث يقدا أبو داود ونسائي لحديث معاوية كبرز دكات النبي صلى الله عليه وسلم دجيرته تفهم لا تزال تقبل التوبة حتى أو كانت التوبة قبول حتى تطلع الشمس من مغربها حتى أو روجي الروج لمغربه ودردسي ابن حجر جليس سند حديثك ساكت جيدة. لحديثك ذاك إمام أحمد رواية كردي عبد الله كري قدامة السعدي دجيرته خالد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فرموي لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. هجرت كوتاي بيناي حتى وكو دجمنك هبي شري لقلب كريه دجمني وإسلامه. إتر معاوية دلي وعبد الرحمن كري عوف وعبد الله كري عمري كري عاص خوان لرازي بي دفرمون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد دفرمون في صلى الله عليه وسلم فرمويتي إن الهجرة خصلتان دو زور هجرتها إحداهما أن تهجر السيئات زوري كان أويك واز لقناه تاوان بيني والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. هجرتي دوا مش أو هجرت بكي الشار ولا تخد بزيب إلا بينابي رضا من دي خواه سبحانه وتعالى لولا بيغمبركي صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. هجرت كوتاي بيناي مجر أو روجي كوا حتى توبة قبول بي ولا تزال التوبة مقبولة توبش قبول دبي حتى تطلع الشمس من المغرب. توبة خواي جورا قبول ذاك على بنا مجر أو روجي كوا روج لمغرب ودرسي فإذا طلعت كاتك روج لمغرب وهاد طبع على كل قلب بما فيه. يتلو روجي كوا روج لمغرب ودي أو دلت سيتي دابي تواو ختمي لسرددري وموري لسرددري حد لي هركسك بوشوي وكفي الناس العمل. يتلو روجوا تكليف نامين لسر خلشي. جمهور علماء ضلين على أن المراد بالبعض في الآية هو طلوع الشمس المغرب. طبعا
لێرە لە سندین جێگات کە بەعض کە بەمانای هەندێک دێ بەمانای یەکێکیش دێت چکە یەکێکیش هەندێکە ئیتر دەڵێت جمهوری مفسرین زیاتر دەڵێن ئەو ئاەتەکە لێردا ئەو بعض و ئاەتی ڕەبک لێردادەن ئەو بەعضە بریتە لە چی طلوع الشمس أو علامتي كوابريتي له هاتني روج لمغرب كما في حديث الصحيحين السابق وكل حديثكي كوالا بخاري مسلم ذاته ما شاء ما بيكر ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها طلع أو حديثش لقال أو يتريان تعارضنا كاتك إمام مسلم رأيت كذا كوكو ما شاء ما بيكر كبيان صوم دفرميتن سي علامة أجر درتسون أو لو حالتي خلشي إيمان جبيني بكلشنا وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر كواتا في عن صلى الله عليه وسلم دفرمي هل يقلو سيه كالوين اللي ضمن أوانت سي باسكر طلوع الشمس من المغرب وباشان دجال وهروها باسي خروج الداب بيكر يتد فرمي زياتر جمهوري علماء لسر أوان كوا أو آتي كوا بهاتني خلشي إيمان جبيني تسيتر إيمان اللي قبولنا كري أو آتبريت له هاتني روج لمغرب وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر أقر بلينا والله هاتني دجال لو حالتي نخير لأن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي نخير هاتني دجال أو نشانية لباش هاتني دجال خلق إيمان بيني لي قبول نكرنا چون کە دەفەرمێت لە پاش هاتنە دەجال ئەوجا کە چ ڕۆژ دەمێتەوە عیسا دادەبەزی عەلەیهی سڵات وسەلام عیساش کە دادەبەزی وەفی زەمەنی خەیر کەثیر خەیرەکی زۆر هێشتا لە زەمەنی عیسا لە پاشەوەیکەوە دەجال دەکوژی و ئەوجا بەخۆی بە محەممەد مەهدی حکم دەکەن ئیتر خەیرێکی زۆر لەسەر ڕووی زەوی هەیە خەیرێکی زۆر لەسەر ڕووی زەوی هەیە دونیەوی و هەروەها دینی کەواتە مەسئلەکە چییە؟ مەسئلەکە کە لێردا یاخود ئەو ئاەتە چییە کەەوە خۆی گەورە لێرە باسی کردە هاتني روج لمغربه ليردا أوزا إيمان لكسي قبول ناكري كهتاكو استا إيماني نهنا فالإيمان مقبول وقتئذ يتلكاتني هاتين دجال إيمان مقبولة لأننا نقول لا منافاة وذلك أن البعض في الآية إذا كان عدة آيات فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول كواتا هاتني روج لمغربه أو آخر آيات كان كوائت لدواي أو توبة قبول نيا وكدلي فهو محمول على المعين في الحل لأنه أعظمها إتر وكد جمهور لسر أون كوا أو آتي كلير دا أخوي قرباز دك هاتني أو نشانة بهاتني أو نشانة إتر تسيت الإيمان قبولناك أو آتا أو علامة بريتيا لهاتني روج لمغربي لجاتي ولا مشرق به وكدلي آخر علامات كان قيامة ابن عطية دلي إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث صحيح لم يجز العدول عنه وتعين أنه معنى الآية كانت ما دام في أصل الحديث صحيح ده باسي كردية لو كاتك والروج لمغرب ودردسي أو كاتك وإيمان لكسي ترقبول ناكري ما دام في أصل باسي كردية بيوزناك أما بين بلين والله احتمال باتني دجال بياخذ هاتني دابك بينها لا يجوز العدول عنه ناكري أما بين تفسير كغير تفسير پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي بهاتني روج لمغربه لو روجيك وإيمان قبول ناكري فهذا هو المتعين أو تفسيرك كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كرديتي بهيج شيء نابي ليلا بدين قاضي عياض المعنى لا تنفع التوبة بعد ذلك لو رجيت توبة قبول ناكري بل يختم على عمل كل أحد بالحال التي هو عليها همو كسي أو كواهش سر الدنيا ما لو حاطي ختم ذكر سر وكاني بتسكوتاي بيها تبيش هاتني أو علامة إتركهات أو علامتهات ليردا كوتاي بكر وكان ويجدين دري وتختمي ليدري والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة لبر أويد الحكمة كز دويدا أو يكم دسبيتشي هاتني قيامته بتغيير العالم العلوي يتر آسمان دقوري نظامي آسمان دقوري لذاته رجلاته به رج آوا ودي فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة كاتك خلشي أوي بتساي خوان دبينن يتر بتساي خوان على علامة دبينن هز مزال إنكار نامني وإيمان دينا وارتفع الإيمان بالغيب لو حالت إيمان بالغيب نامني أو إيمانك ولا إخواي قورة تقديري هي مقبولة
هنري تدا يؤمنون بالغيب بغيب كاتك خواي قد فرمي أو حقائقانه هو إيمان ما فيه بفضل خواي قولا أو إيمانه هنري تدا برام كاتك اشتك بتساو دبين دري يتر لو حاط خواي قولا إيمان قبولناك وكو أو كسيك الإيمان عند الغرغرة. طبعا الإنسان كاتك يشتا غرغرة وملك الموت بتساي خوي بيني ملائكة كان تري بتساي خوي بيني لسر زماني ملائكة كان مجدي بيدرا بباش ياخد خبري دوزخ بيدرا والعياذ بالله أو هنري تداني لو حالته إيمان بيني بتابت كسي كافر يعني توببك لويا مردن نايو ليندرا يقين وخوي واعبد ربك حتى أتيك اليقين لبري همو كسيق لسر مرق دقات يقين كالله حق سبحانه وتعالى كوا محمد المصطفى في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كوا همو اوشتان القرآن في باز كراو لهاتني قيامة جياني برزخ همو دقان يقين كوا حق لو حالتي بتساي خوي دبيني وبيقين وبعين اليقين دبين لو يهز هنا تداني لو حالتي إيمان بينتن ديار وزازانان هشتا قسيتري على سر أو بابتانا كرديا بلام لبر توابوني كالدوستين ببشتوان رب العالمين لواني داهات ودين وخزمت أو باساني كوا زانايان لتفسير واتك كرديتيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.